السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير وكويسين. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل علامة الجرس. النهاردة هنعمل الفول بس في الحلة الاستانلس. الفول اهو بعد ما حجمه بقى ده ضاعف اهو، شايفينه؟ دي حلة استانلس كبيرة. هنفضي الفول من المية اللي فيه وهنصفيه. بعد ما هنصفيه هنحطه في الحلة هنضرب قطيتين في الخلاط ونحط عليه ومعلقة عدس ونشغل النار على درجة حرارة منخفضة قوي. حطينا الفول، حطينا معلقة العدس، هنحط عصير الطماطم. عصير الطماطم عبارة عن قطيتين بس. هنحط بقى هنا مية لحد هنا، شايفين؟ لحد هنا اهو كده. هتغطيها بقى بالغطا بتاعها او بالغطا يكون محكم ما يخرجش منها بخار، زي ما بقول لكم في حله ستانلس، لان الغطيان بتاعتها تحس ان هي عامله زي الضغط كده. بعد ما غطيناها هتسيبيها بقى حوالي ساعه الا ربع وتبداي تبصي عليه. المهم هنحطه على نار قليله جدا 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 جدا، اللي هي في عين بتبقى صغيره قوي في البوتاجاز، بتحطيها على العين ديت وبتوطي عليها. هنا بعد ما اتعمل الفول، بعد ما اتعمل البخار عامل الصورة شفتي طبعا. هو كان لحد هنا المية، الفول شرب المية، لازم يشربه كله اهو كده. نغرفه بقى ونقدمه.